الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكذلك فإن المهدي عندما يخرج وعيسى عليه السلام كيف سيكون حال المسلمين؟ ألا يكون هنالك عباد لله صالحون؟ أليست هنالك دعوة؟ أليس هنالك جهاد إذن؟ بل إن عيسى سينزل بعد الملحمة التي تكون ضد النصارى وقبل الملحمة التي تكون ضد اليهود، ينزل بين الملحمتين. إذن هناك إنجازات حققتها الأمة في ذلك الوقت. إذن ليست هذه أمة الانتظار لحصول هذه الشروط أو إرسال من ينصر الله به الدين، وإنما هي تسعى بقدر من الله لتنصر الدين الذي جعله الله قدرا لها. إننا أيها الإخوة نتربى من خلال أشراط الساعة على عدم الخوض بلا علم، كما فعله بعضهم في محاولة تحديد عمر هذه الأمة، كما فعل هذا المجازف في كتاب عمر أمة الإسلام وظهور المهدي عليه السلام. وحاول بعضهم أن يوظف بعض النصوص لمآرب خاصة فيه، وصار هناك عبث بقضية أشراط الساعة، وصار هناك تحريفات كثيرة، وبعضهم بلغت به المهاترات إلى حد عجيب، فهو يقوم بتسلسل الحوادث بذكر سلسلة الحوادث بالتاريخ وبالنص، ويقول مثلا في عام 1998 يشغل الناس باللعب واللهو في أولمبياد باريس، ثم يحدث بعد ذلك تفاجئهم علامات الساعة الكبرى وهم في غفلتهم يلعبون. وفي 1/1/1999 في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة يكون هناك تفجير المسجد الأقصى وطلائع القوات الغربية تنزل في الأردن وتحاصر بيت المقدس. ثم بعد ذلك تأتي الجيوش والمهدي يظهر يوم الثلاثاء 25 محرم 1420. وفي 1 ربيع الثاني 1420 ينطلق صاروخ نووي من الخليج إلى أوروبا مستهدفا الفاتيكان، إلى آخر الترهات الكثيرة التي يقولها مثل هؤلاء. وبعد ذلك يحدد بالضبط متى سيخرج الدجال، ومتى سيقتله عيسى، ومتى سيموت عيسى، باليوم وبالشهر وبالسنة. إنها أكاذيب كثيرة يقولها هؤلاء. وبعضهم يبنون على ما لدى الكفار من أخبار عن معركة هرمجدون، ويؤلفون كتبا. هرمجدون ما هو مستندك؟ أخبار اليهود والنصارى، الأشياء المحرفة، الأشياء التي على أحسن أحوالها لا ندري هل هي صدق أم كذب. فكيف يتم الاعتماد على مثل هذا؟ ويحدد نهاية العالم سنة كذا بالتحديد، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يبلغ به الهذيان أنه يقول بأن لديه براءة اختراع حول هذه التواريخ وحول هذه المسلسلات، وأن القراءة الواعية واستقراء الأحداث والتدبر والتأمل والومضات الفكرية والاستنارات الفجائية كل ذلك هي التي دعته إلى أن يقول ما قال. وبعضهم يعتمد على بعض الكهان كنوستراداموس الذي عاش في قرون مضت أو في زمن مضى، وأضيف إلى كلامه أشياء كثيرة ويتكلمون فيها بالغيبيات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وقال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فبعضهم يأتونه في بيته، وبعضهم يأتون موقع الإنترنت، وبعضهم يفتح القناة الفضائية على هذا الكاهن، وبعضهم يأتي إلى كتبه التي ألفها وقد يكون مات من زمان. إن قضية أشراط الساعة تربينا على الاعتماد على المصادر الموثوقة، ليس على الأحاديث الموضوعة والضعيفة، ولا على الإسرائيليات، ولا على الكهان، ولا على الاستدلال بالرؤى. فإن بعضهم قد جعل قضية الرؤى تؤخذ منها الأحكام والأخبار اليقينية. وقد جاء رجل إلى العلماء في زمن العز بن عبد السلام فقال: إني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في النوم، فقال: اذهب إلى موضع كذا وكذا فاحفره فإن فيه كنزا ركازا فخذه لك ولا خمس عليك فيه. فلما أصبح ذهب إلى الموضع وحفره وجد الكنز، وجاء يستفتي علماء عصره، فأفتاه بعضهم ويا للمصيبة أنه لا خمس عليه فعلا. قالوا: ما دام طلع نصف الرؤيا الأولى صحيح
معناها الثانية صحيح أيضا، ما عليك خمس. ولما جاء للعز بن عبد السلام قال عليك الخمس. أكثر ما ينزل منامك حديث على أنه حديث صحيح وقد عارضه ما هو أصح منه، وهو حديث في الركاز الخمس، فعليك الخمس ولا بد. إذن الرؤى لا تعد تشريعا ولا يؤخذ منها أحكام، وإن التجليات والأفكار التي تجعلها بعض الجماعات والأشخاص مصدرا للحركة والعمل إنه ضلال مبين.